السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى من الله انكم تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتور مصطفى داوود، وبإذن الله في الفيديو ده هنكمل حل تعاقب الأجيال. نخلصه بإذن الله الفيديو ده، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل أو نبدأ في النباتات الزهرية. السؤال الأول أو السؤال رقم 70 يعني بيقول لك ادرس الرسم المقابل الذي يوضح دورة حياة أحد السرخسيات. تمام. ثم استنتج ما النسبة بين عدد المجموعات الصبغية لتركيب س إلى ص. ماشي. هو بيسألك س وصاد. طب تعال نشوف الأول في الرسمة. ماشي، انت عندك في الصبغيات او عفوا في السرخسيات قلت لك علم على على شكل قلب ده. تمام. ده الطور المشيجي يا شباب، اللي هو كان نون لو فاكرين. الطور المشيجي ده كان فيه آه، مناسل مذكرة، مناسل مذكرة كده ومناسل مؤنثة. المنسل ده يا شباب هو المصنع اللي بيعمل لي الأمشاج. فالمصنع المذكر كان اسمه أنثريديا. أنثريديا. ماشي. والمصنع المؤنث كان اسمه أرشيجونيا. ماشي كده. ده كان بيطلع لي امشاج مذكره اسمها سابحات مهدبه، وسابحات عشان بتسبح، مهدبه عشان عندها اهداب، والمؤنثه كانت اسمها بيضات عادي. ماشي. دي كانت بتروح تخصب، دي دايما الذكر اللي بيروح للانثى. فلو جيت كبرت هنا، المفروض يعني ان لو الرسمه عندك مش واضحه انا هقول لك دي كده الارشيجونيا وجواها البويضه، ودي كده الارشيجونيا وجواها البويضه. تمام. ودي كده الانثريديا وجواها السباحات المهدبه، اهي الانثريديا طلع منها السباحات المهدبه راحه الارشيجونيا. حلو كده. ماشي. فبالتالي لما ده يروح لده، هما ده نون، احنا اتفقنا ان الطول المشيجي كله نون، ده نون وده نون. لما ده يتحد مع ده يعملوا ايه؟ هيعملوا اتنين نون زيجوت اللي تحت اللي هو ايه؟ صاد. يبقى صاد ده اسمه زيجوت. جميل كده. واتنين نون. ليه؟ عرفت منين؟ ما هو اتحد من نون مع نون. طب عرفت منين ان هو ده نون؟ عرفت ان عشان الطول المشيجي نون. عرفت منين الطول المشيجي نون؟ قال لي في الدرس عشان انا مذاكر. عرفت ان انا مذاكر. فصاد كده ده نون. وبعدين ده القلب اهو زي ما هو، وطلع عنده الطول الجرثومي الجديد. ماشي، اللي هينمو عليه زي ما اتفقنا. ده اتنين نون. هيفضل اتنين نون. بعد كده ده طلع لي الطور الجرثومي اهو اتنين نون. ماشي كده. وبعدين طلع لي من الطور الجرثومي، جبت سطح من ورقة وجبت السطح السفلي بتاعه. طلعت ايه؟ طلعت التركيب اللي على السطح السفلي الورقة بتاع الطور الجرثومي، اللي هو كان اتنين نون اصلا. ماشي. الجراثيم كانت بتطلع كده جوه حاجة اسمها حافظة جرثومية. تمام كده. الجراثيم نفسها يا شباب كانت نون عشان بتطلع من انقسام ميوزي، لكن الحافظة الجرثومية نفسها اتنين نون. هو مش هقول لك على الحافظة الجرثومية، مش هقول لكش على الجرثومة يعني. الجرثومة اهي. الجرثومة. او لا لا، عفوا الجرثومة دي. الجرثومية الحاجات الصغيرة دي. تمام كده، هي النقط دي. انما هو مش هيقولك على الحافظة الجرثومية، يبقى هي لسه ستيل اتنين نون. تمام. يبقى كده قالك صاد اتنين نون وسين اتنين نون زي ما هي، عشان هي حافظة جرثومية، عشان انت هتلخبط واختارها نون. يبقى كده النسبة بين نون إلى نون هي واحد إلى واحد، تبقى الإجابة ج اللي صح. يبقى اللخبطة في ايه؟ اللخبطة ان هو كان ممكن يقولك ان س دي ممكن تلخبط تقول انها جرثومة وتقول انها نون. لا غلط، هو امال الجرثومة هي اللي انا مش اللي هي دي حاجات النقط الصغيرة دي. انما مش هقولك انا على الحافظة الجرثومية نفسها، على الكيس بتاع الجراثيم نفسه. السؤال اللي بعده يقول لك الشكل المقابل يوضح انقسام الخلايا الجرثومية في كائنين مختلفين. دي مهمة بقى. الناس اللي مذاكرة، احنا اتفقنا ان اي تكاثر بالجراثيم في الدنيا بانقسام ميتوزي، الا التكاثر بالجراثيم في الفوجير. ده الوحيد اللي فيه انقسام ميوزي. تمام. ولو لاحظت هنا هتلاقي هنا مثلا جايب لك هنا خليه جرثوميه س وخليه جرثوميه ص. خليه الجرثوميه س بتطلع لك كام واحده؟ بتطلع لك اربعه. وخليه الجرثوميه ص بتطلع لك اتنين. ليه؟ اشمعنى؟ احنا اتفقنا بقى ان الانقسام الميوزي بيطلع لك اربع خلايا، الانقسام الميتوزي بيطلع لك اتنين بس. فيبقى س دي انقسمت ميوزي فطلعت اربعه، يبقى دي ميوزي. وقصاد انقسمت ميتوزي طلعت لك اتنين. اه، يبقى مين فيهم جرثومه الفوجير؟ اللي انقسمت ميوزي اللي هي س. ماشي. ما الكائن الذي توجد به خلايا جرثومية س وصاد؟ س احنا اتفقنا الفوجير او يعني كزبرة البئر، يعني اي سرخس يعني. فما فيش اصلا في س اول واحده يعني، ما فيش الا نبات الفوجير اللي هي به يعني. والتانية بقى اي كائن يتكاثر بالجراثيم في منهجك بقى. اللي انت مين منهجك خدته يتكاثر بالجراثيم؟ في كتير، في منهم مثلا عفن الخبز. تمام. وعيش الغراب. ومنهم كمان الملاريا، ما تنساش ان الملاريا كانت بتتكاثر بالجراثيم كاس البيض. ماشي. السؤال اللي بعده يقول لك الجدول المقابل يوضح خصائص ثلاثة كائنات مختلفة، ادرسوا جدا ثم استنتج ايه الكائنات A و B و C. ماشي. لو الصورة مش واضحة أوي أنا هقولك. هو بيقارنك على مستوى البلاستيد الخضراء. تمام. وبيقارنك على مستوى التكاثر بالجراثيم، وبيقارنك على مستوى صورة التكاثر الجنسي. تعال نبص. الكائن ايه عنده بلاستيد خضراء يعني يعني عفوا بيتغذى ذاتيا وبيتكاثر بالجراثيم وعنده وبيتكاثر جنسي بالأمشاج. طب ده مين ده؟ شوف كده، جرب في الاختيارات. شوف السبايروجيرا. هل السبايروجيرا عنده امشاج؟ لا، السبايروجيرا ما عندوش امشاج، واتفقنا وحلنا عليه سؤال في الفيديو اللي قبل اللي فات لو فاكر. طيب. هو عنده فعلا بلاستيدا، بس ما بيتكاثرش بالجراثيم كمان السبايروجيرا عموما يعني. طب الفوجير عنده بلاستيدا، لان هو نبات.
عنده تكاثر بالجراثيم، لسه قايلينها في السؤال اللي فات. بالميوزي كمان عنده تكاثر جنسي من الامشاج، لان هو عنده تعاقب اجيال، فده فعلا ممكن يبقى الفوجير. تمام. طب شوف جيم كده، بلازموديوم الملاريا، احنا كده استبعدنا الف، ماشي. بلازموديوم الملاريا، هل بلازموديوم الملاريا اصلا عنده بلاستيد خضراء؟ غلط، ما عندوش، انه اصلا مش نبات، ماشي، فدي غلط. ده الفوجير زي ما هي، ماشي، دي تنفع. طب ماشي، بيبص يقول لك ايه، عنده بلاستيد خضراء، لا يتكاثر بالجراثيم وبيتكاثر بالالكترون. بص كده، السبايرو جايرا في بيه ودال، هي كده كده السبايرو جايرا. ليه السبايرو جايرا؟ قلنا تحلب وعنده بلاستيد، اصلا هو اسمه جاي من، يعني الاسم السبايرو جايرا جاي من البلاستيد بتاعته، كانت بلاستيدة حلزونية. سبايرو يعني حلزوني، وجايرا يعني بلاستيد. لا يتكاثر بالجراثيم، وفعلا لا يتكاثر بالجراثيم. يتكاثر بالالكترون، فعلا ده مظبوط، ففعلا دي السبايرو جايرا. شوف سي بقى، ما عندوش بلاستيدة ويتكاثر بالجراثيم وبالالكترون. طب ماشي، عندك فطر الخميرة وفطر عفن الخبز، ده ولا ده؟ ماشي، مين فيهم يتكاثر بالجراثيم؟ والله عفن الخبز. هل الخميرة بتتكاثر بالجراثيم؟ لا، الخميرة الفطر الوحيد اللي مش بيتكاثر بالجراثيم، هو بيتكاثر بايه؟ بالتبرع. فده مش الخميرة، ما ينفعش، اسف، فتبقى بيها غلط. يبقى ده اللي هي صح. طب واحد يقول لي، مستر هو احنا ما خدناش في المنهج ان فطر عفن الخبز بيتكاثر بالالكترون؟ ماشي، بس دي انت مالكش دعوه، يعني دي ممكن ما تاخدهاش في الاعتبار، لكن اللي حل لك السؤال الحته دي، ان يتكاثر بالجراثيم مين؟ عفن الخبز ولا الخميره؟ فعفن الخبز، فانت فضلت عفن الخبز على الخميره، عشان حته ان هو ايه، ده بيتكاثر بالجراثيم وده لا. ماشي. اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يوضح ما تنتجه الخلية الجرثومية الأمية في ثلاثة كائنات مختلفة. يدرس جدا ثم يستنتج مين الكائن الحي أو الكائنات التي يمكنها التكاثر جنسيا ولا جنسيا في نفس دورة الحياة. ماشي، تعال نبص. جايب لك خلية جرثومية أمية. خلية جرثومية أمية يعني اللي بيطلع لك ايه؟ اللي بيطلع لك الأمشاج بقى اللي بعد كده، أو بيطلع لك الحاجات اللي هتتكسر يعني. واحدة طلعت لك 2 مشيج مذكر، ده 2 ماشي. واحدة طلعت لك 4 جراثيم، واحدة طلعت لك جرثومتين. مستر مش فاهم يعني ايه الأعداد دي. اتفقنا الأعداد دي يا شباب عن انقسام ميوزي وميتوزي عشان تكون فاهم. لأن الميتوزي بيطلع لك الخليتين، الميوزي بيطلع لك 4. فاللي فوق دي انت كسرت ده انقسام ميتوزي. س دي عملت ميتوزي عشان تنتج الأمشاج، ماشي. يبقى س عملت ميتوزي عشان طلعت 2. صاد عملت ميوزي، عين عملت ميتوزي، ماشي. شوف كده، س اللي هو اللي فوق ده، دي س يا شباب، طلع لك 2 مش طلع لك امشاج مذكره بالانقسام الميتوزي. هو احنا في حاجه عندنا في المنهج بتطلع امشاج مذكره بالانقسام الميتوزي؟ اه. بس دي محتاجه بقى واحد يعني ايه، ذاكر جامد قوي يعني. دي يا شباب هو ذكر نحل العسل، مش ذكر نحل العسل كان نون، تمام. وكان بيطلع لك امشاج مذكره بالانقسام الميتوزي، مظبوط. فس دي ذكر نحل العسل على حسب منهجك يعني. طب صاد بيقول لك طلع لك 4 جراثيم، طلع لك جراثيم بانقسام ميوزي، طلع لك جراثيم بانقسام ميوزي. مين اللي عندك بيطلع الجراثيم بانقسام ميوزي في منهجك؟ هو واحد بس، الفوجير، صاد. طب عين بيطلع لك جراثيم بالانقسام الميتوزي عشان هو مطلع لك 2 بس. مين في منهجك بيطلع لك انقسام بجراثيم الانقسام الميتوزي؟ اي حد غير غير السرخسيات. ممكن عفن الخبز، عشر الغراب، وهكذا. ماشي. وبسألك بقى مين فيهم يمكنه التكاثر جنسيا ولا جنسيا في نفس دورة الحياة؟ مين في دول يعني بيعرف يعمل تعاقب الأجيال؟ ذكر نحل العسل ولا الفوجير ولا عفن الخبز؟ أكيد الفوجير اللي هو صاد، تبقى الإجابة صاد فقط. ماشي. يبقى الفكرة في السؤال ايه؟ انك تكون ملم بكذا حاجة في المنهج، يعني انت عارف مثلا بينتج امشاج بالانقسام الميتوزي فين وهكذا. ماشي. اللي بعده بيقول لك ادرس المخطط التالي الذي يوضح جزءا من تكاثر نوعين مختلفين من الكائنات الحية ثم حل. مين يمثل صاد؟ تعال نبص الأول. اللي فوق بيقول لك كائن حي عديد الخلايا نون، خلي بالك من النون دي هتحل لك السؤال يعني. عمل انقسام وطلع لك خلية ذات جدار سميك، دي يعني جرثومة. خلية ذات جدار سميك شبه يعني جرثومة. وطلع لك كائن حي عدد الخلايا س برضه. جميل. يبقى مين ده الكائن الحي ده؟ اكيد عفن الخبز. مستر ليه؟ ما هو الوحيد يعني اللي بيتكاثر بالجراثيم في المنهج؟ لا، بس هو مش هو الوحيد، بس هو اللي يميز لك ان هو عشان هو نون. يعني مثلا ما ينفعش اختاره الفوجير. ليه؟ اصل الفوجير مش نون اصلا. اللي بيتكاثر بالجراثيم يبقى 2 نون، تمام كده. اللي هو الطرق الجرثومي يبقى 2 نون، تمام. فهو ليس نون. فدي اللي فوق دي تبقى ايه؟ عفن الخبز. انما اللي تحت قال لك كان حياة الخلية 2 نون وبيطلع لها جرثومة، اللي هي خلية زي الجدار السميك يعني. فاتنين نون وبيتكسر بالجراثيم، ده اكيد الفوجير، تمام. ماشي. وبيتكسر بالجراثيم بقى، الانقسام ده يبقى ميوزي، صح، الاتنين ده يبقى ميوزي. طيب مين صاد؟ اهو صاد اهو. صاد بقى ده يبقى مين؟ انا دلوقتي لما بتكسر بالجراثيم بطلع الجرثومة، بطلع ايه؟ بطلع الطور المشيجي، صح. الطور المشيجي كان نون.
يبقى صاد ده الطور المشيجي اللي هو د. جميل. طيب شوف اللي فوق كده، هو الكائن الحي ده الخلية اللي هو نون ده، لما يعمل انقسام، بصوا يا شباب، ما دام في حاجة نون يبقى الانقسام اللي هتعمله ميتوزي بس، استحالة تعمل ميوزي يعني. ماشي، يبقى واحد ده اكيد ميتوزي ده بالفهلوة يعني. فالواحد ميتوزي اتنين ميوزي، تبقى الإجابة ج اللي صح. اللي بعده بيقول لك ادرس الشكل المقابل الذي يوضح دورة حياة أحد السرخسيات ثم استنتج ما الترتيب التصاعدي لحالات التكاثر الموضحة طبقا لدرجة التنوع الوراثي. ماشي، بص، السؤال ده حلو جدا جدا. انا قلت لك قبل كده في كذا فيديو، قلت لك ان كلمة تنوع وراثي يا شباب، تنوع وراثي دي يعني انقسام ميوزي، خدناها كتير قوي، معناها انقسام ميوزي. جميل كده. ماشي، وبعدين انت عندك هنا، تعال بص، ده طور، عشان الصورة مش واضحة، ده طور جرثومي عادي خالص، اتنين نون، وبيطلع لك جدار سميكي يعبر عن جراثيم الطور الجرثومي، يعني دي جراثيم يعني، دي جرثومة. طب يا مستر انا استفدت ايه؟ استفدت ان انت تعرف ان او انت عارف قصدي ان الجرثومة اللي طالعة من الفوجير بتبقى طالعة من انقسام ميوزي، فاوريدي اصلا الجرثومة اللي طالعة دي فيها تنوع وراثي. جميل. ماشي، وبعدين لما تطلع لي الطور المشيجي اللي هو على شكل قلب اللي تحت ده، ماشي، هتطلعه بعدين ايه اللي هيحصل؟ الطور المشيجي ده هيفضل قاعد شوية في التربة، وبعدين هي في تحته او في السطح السفلي بتاعه يعني، في عفوا مناسل، هتطلع لي امشاج ويحصل عندي تكاثر جنسي، ولكن اللي يحصل، كل اللي يحصل تحت ده هو انقسامات ميتوزيه، يعني مفيهاش تنوع. يعني التنوع فين؟ التنوع عند الخطوه دي يا شباب. ماشي، التنوع هنا عند الخطوه دي كده، اللي هو الجرثومه نفسها تبقى طالعه من انقسام ميتوزي يعني. جميل جدا. ماشي، هنا بقى بيقول لك ايه، عشان الصوره ممكن تكون مش واضحه عندك. في اول في سين جايب لك ان تور مشيجي طالع من جرثومه واحده زي ما انت شايف اهي، وبعد كده نزل جاب لك تور مشيجي، وبعدين في نفس التور مشيجي ده الامشاج المذكره خصبت الامشاج المؤنثه بتاعته. ماشي، وبعدين صاد هنا الامشاج المذكره هنا خصبت الامشاج المؤنثه هنا، اللي هو جاي من جرثومه في نبات تاني. ماشي، وبعدين في عين، الاتنين اللي طالعين من نفس الفرد الابوي اهو، مش ده نفس الفرد الابوي، مطلع الاتنين دول، ده خاصة بده، يعني هما يعني تقريبا من نفس الفضل أو أشقاء يعني، خصبوا بعض. مين فيهم أكثر تنوع وراثي؟ بص شوف عدد الانقسام الميتوزية اللي حصلت في الحوار، وهتلاقي دي أكثر تنوع وراثي. ماشي، تعال نشوف سين مثلا. سين هنحط هنا سين وصاد وعين. ماشي، سين ايه اللي حصل؟ كم انقسام ميوزي حصل؟ والله سين، ادي ده طور جرثومي واحد، طور جرثومي واحد طلع لك جرثومة واحدة بانقسام ميوزي واحد. ماشي، وكون لك الطور المشيجي سي، وبعد كده الطول المشيجي اللي هو اللي تحت على الشمال ده عمل لك تكاثر جنسي وما فيهوش اي انقسام ميوزي، يبقى كده سين ده حصل فيه حصل فيه تنوع وراثي انقسام ميوزي واحد يعني. صاد بقى، صاد يا باشا، انت عندك اتنين مختلفين، نباتين مختلفين من فردين ابوين مختلفين، يبقى عشان دي تنتج حصل انقسام ميوزي، وعشان دي تنتج حصل انقسام ميوزي، ادي كده اتنين، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده. وبعد كده بقى اللي بعد كده محصلش اي انقسامات ميوزية تانية في التكاثر. طب عين، عين يا باشا، اتنين ناتجين من نفس الفرد الابوي، يبقى حصل انقسام ميوزي واحد بس عشان ينتج الجرثومتين دول. ماشي كده. وبعدين الاتنين اللي تحت دول خاصوا بعض بقى، وحصل كده انقسام ميوزي واحد بس. ماشي. طب كده يا مستر احنا لو جينا نرتب هنلاقي سين وعين انقسام ميوزي واحد، كده كده اكتر تنوع صاد ليه؟ اصل فردين من فرد يعني نباتين من فردين ابوين مختلفين، فكده ده اكتر تنوع. طب اختار سين ولا عين بقى؟ بص، سين الامشاج خصبت نفسها، تمام، يعني انت ده اقل تنوع. طب بالنسبه للعين، عين هتلاقي ان نباتين مختلفين خصبوا بعض، ولكن هم مختلفين، هم نفس الفرد الابوي لكن مختلفين. يا مستر ازاي؟ هم من نفس الفرد الابوي لكن الفرد الابوي بيطلعهم من انقسام ميوزي، والانقسام الميوزي يا شباب قلنا الخلايا اللي تنتج منه بتبقى غير متشابهه، يعني عايز شايف الجرثومتين اللي طالعين من نفس الفرد الابوي دول هم غير متشابهين اصلا، يعني بيحصل حاجه اسمها ظاهره العبور، كلمتك عنها في الحصه دي، مش عندك في المنهج يعني، بس المهم يعني ان هم مش هيبقوا متشابهين، لكن هم مش متشابهين لكن مش زي مثلا سين مفيش تشابه، سين طالع هو فرد واحد اصلا، فاكيد الجراثيم طالعه منه شبه بعض بالظبط. انما صاد وعين الجراثيم مش شبه بعض بالمره، تمام، لان هما طالعين من فرد ابي واحد بس مختلفين في حته ظاهره العبور دي، تمام. عين اكتر شويه من سين، يبقى اللي ميز عين عن سين ايه؟ ان الامشاج جايه من فردين مختلفين، على عكس سين الامشاج جايه من فرد واحد. يبقى كده قل تنوع سين، وبعدها عين، وبعدها صاد، اللي هي الإجابة ب اللي صح. خلي بالك من حتة التنوع الوراثي دي، عشان بتيجي في الامتحانات كتير وقلنا تنوع وراثي يعني انقسام ميوزي، لو انت فكرت زي ما انا بفكر كده هتحل السؤال صح.
76 بيقول لك ادرس الرسم الذي يوضح دورة حياة الفيوجر ثم استنتج كم عدد الأفراد في المرحلة A الناتجة عن المرحلة G. بص فين ايه اهو، كم عدد الطول الجرثومي يعني الناتج من الأطوال المشيجية دي. طيب بص، انت يا سيدي عندك طور مشيجي حلو كده، اللي هو اللي تحت على شكل قلب ده، عليه مناسل مذكرة ومناسل مؤنثة. فانت عندك المنسل المذكر اهو والمنسل المؤنث. هنفترض مثلا ان لو مثلا ان النبات ده جي ده عنده مثلا منسلين مذكرين وعنده منسل مؤنث واحد، ماشي. ايه اللي هيحصل؟ هيطلع مشاج من هنا اللي هي اللي اسمها ايه سباحات مؤدبه من هنا وسباحات مؤدبه من هنا، وهتروح ما دام في ارشيجونيا واحده هيبقى في بويضه واحده يعني، يبقى هيحصل اخصاب واحد وهيحصل يكون عندك زيجوت واحد. جميل، وهيطلع عندك نبات واحد. طب انت مثلا لو عندك 3 4 5 7 100 مشيج مذكر او منسل مذكر وعندك منسل مؤنث واحد، هيطلع كام؟ ما هو انت معتمد على البويضه، انت معاك مليون مذكر بس معاك مؤنث واحد، خلاص شكرا. يبقى كده هينتج على حسب الايه؟ على حسب المؤنث. تمام. يبقى الفكره في ايه؟ الفكره في الافراد اللي هتنتج الشباب من التكاثر الجنسي بيعتمد دايما على الامشاج المؤنثه. يعني مثلا في حتى مثال في الانسان مثلا الذكر والانثى، الذكر بيطلع بالملايين حيوانات منويه بالملايين، لكن الانثى بتطلع لك بويضه واحده. فلو طلعت لك بويضه واحده والذكر عمل اداك ملايين، هيطلع زيجوت واحد وهيتخلف ولد واحد. طب لو هي بقى طلعت بويضتين، لو كانت مثلا في حالة مثلا توأم أو حاجة، ماشي، ساعتها تطلع اتنين، طلعت تلاتة. فعلى حسب الأنثى مش على حسب الذكر، ده في أي تكاثر جنسي عموما يعني، ماشي. فيبقى هيطلع أفراد على حسب الأنثى. مين بقى الأنثى فيهم؟ لو أنت مش شايف هي الأنثى دي يا شباب، دي الأرشيجونيا، عشان هي أظن الصورة مش واضحة يعني. فعلى حسب بقى المناسل المؤنثة اللي هتتخصب هيطلع لي الأفراد إيه، واخد بالك؟ ماشي. يبقى على حسب إيه؟ على حسب التركيب اللي هو ده عادي يساوي التركيب السؤال ده جه الدور أول 23 وكان سؤال حلو جدا 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 يعني. ماشي. ادرس الرسم ثم استنتج مواجه الشبه بين عمليتين موضحتين بالرسم. العملية رقم واحد دي يا شباب، بص كاتب لك ايه، سباحات مهدبة دي يعني ده الفوجئ سباحات مهدبة راحت خاصة بالبويضة في الأرشيجونيا. الأرشيجونيا اللي هي المنسل المؤنث. طب وده ده الاقتران الجانبي في السبايروجيرا حلناه قبل كده. ماشي، ايه الشبه ما بينهم؟ بص ده اللي على اليمين ده اللي هو اتنين تكاثر جنسي بالاقتران، ولا على الشمال ده تكاثر جنسي بالأمشاج. يبقى الشبه طريقة ولا تكاثر؟ هو الشبه ان هو جنسي، والجنس ده يعني طريقة مش صورة. فالشبه هو الطريقة، هي الصورة لأ. ده جنسي وده اقتران، ده أمشاج وده اقتران. طب توقيت الحدوث الانقسام الميوزي؟ لا طبعا، لأن الانقسام الميوزي في واحد. أولا ما بيحصلش انقسام ميوزي أصلا في التكاثر الجنسي بالأمشاج في الفوجير. كله قصدي انقسام ميوزي، عفوا، ما يحصلش فيه انقسام ميوزي، كله انقسام ميتوزي. تمام. امال الانقسام الميوزي بيحصل في السبايروجاري امتى؟ بعد تحسن الظروف يقوم جاي السبايروجاري منقسم ميوزي. ثبات الصفات الوراثية؟ لا، هو ده في اتنين بس، او عفوا في واحد بس، واحد، لان واحد هو بيحصل فيه انقسامات ميتوزية، انما اتنين بيحصل فيه انقسام ميوزي. يبقى كده عارف اللي صح. السؤال اللي بعده يقول لك شكل مقابل يوضح دورة حياة احد السرخسيات ينمو في تربة رطبة. تربة رطبة دي يعني فيها مية. نظريا كم عدد افراد جي الناتجة من تكاثر الفرد اي؟ ده أنا تقريبا نفس الحاجة. جي دي اللي هي الطور المشيجي صح، والفرد اي ده اللي هو الطور الجرثومي. كم عدد جي اللي هينتج من ايه بقى؟ والله ايه ده بيجيب جي ازاي؟ بيجيبه عن طريق الجراثيم اللي هي ايه اف، عشان ما تلخبطش في سؤال لخبطك قبل كده، ان دي ده هي يا شباب اللي هي الحواس الجرثوميه اللي هي زي دي كده، واللي طلع منها دي الجراثيم اللي هو اف يعني. ماشي. انت مثلا لو طلعت جرثومه واحده، افترض انا مع انهم كتير يعني، لو طلعت جرثومه واحده يبقى هتطلع طول ماشي يجي واحد. طب لو طلعت 100 جرثومه تطلع 100. ده بفرض ان كل الجراثيم يعني هتطلع لك افراد، فاهم؟ هتطلع لك تربه رطبه في السؤال. فلو كل الجراثيم هتطلع لي افراد ماشيجيه، يبقى كده عدد الافراد الماشيجيه اللي هي جي هيساوي اف. يبقى ده اللي صح. تمام. ده تقريبا فكرة مشابهة للسؤال رقم 76. اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يمثل التغير الصبغي أثناء مراحل دورة حياة نبات الفوجير. المفروض حافظها. ماشي. ايه المراحل اللي يحدث خلالها انقسام ميتوزي بهدف تميز الأنسجة؟ فهمك يعني إيه تميز الأنسجة، بس تصبر. المفروض إنك حافظ، فأنت تعرف اللي هو كاتبه لك ده إيه. يعني مثلا تعرف إن الفرد متعدد الخلايا ده مين، وهكذا. هقول لك بقى نحله مع بعض بالراحة. كاتب لك هنا 2 نون بعدها نون 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 وبعدها 2 نون. جميل. مين اول واحد ظهر عندك 2 نون؟ اللي هي اللقاحة صح. اللقاحة 2 نون. اللقاحة كانت بتطلع لك ايه بعدها؟ اللقاحة 2 نون دي كانت بتطلع لي الطور الجرثومي 2 نون. يبقى فرد متعدد الخلايا 2 نون ده هو الطور الجرثومي 2 نون. جميل كده. الطور الجرثومي ده هيطلع لك جرثومة نون صح، اللي هي الخلية التكاثرية دي.
يبقى دي جرثومة بالانقسام الميوزي. يبقى ايه انقسام ميوزي؟ تمام، السؤال اصلا مسألك انقسام ميتوزي، فايه بره. ماشي. طيب، طب الخلية التكاثرية اللي هي الجرثومة يعني هطلع لك فرد متعدد الخلايا. الجرثومة بتطلع لك ايه؟ طور مشيجي. ماشي كده. يبقى بي دي انقسام ميتوزي. ماشي. وبعدين بعد ما تطلع اعمل لك انقسام ميتوزي فرد متعدد الخلايا ده اللي هو المشيجي، هطلع لك خلايا تكاثرية اللي هي الامشاج بتاعته. هو اسمه طور مشيجي، يطلع لك امشاج، والامشاج بتاعته كانت بالانقسام ميتوزي من نون لنون، اصلا انقسام ميتوزي اصلا، عشان نكون فاهمين يعني. وبعد كده دي اخصاب، فمش انقسام اصلا، دي اخصاب مش انقسام، لان هو من نون لاتنين نون، دي اخصاب. يبقى كده يا بي يا سي، مين فيهم بهدف تكاثر او تميز الانسجه؟ بص، كلمه تميز الانسجه دي يا شباب يعني انت مثلا دلوقتي في ثانويه عامه، وكل زمايلك في ثانويه عامه زيك، كمان سنه ان شاء الله كل واحد هيخش كليه معينه، اللي هيخش بقى طب، اللي هيخش حقوق، اللي هيخش تجاره، اللي هيخش زراعه، وهكذا. كل واحد يبقى له وظيفه. يبقى انتوا دلوقتي كلكم زي بعض. كمان سنه او كمان مده معينه يعني هتبقى كل واحد له وظيفه. كذلك دلوقتي الخلايا التكاثريه اللي هي الجرثومه دي او الجراثيم عموما كلهم زي بعض، لكن الجرثومه دي مطلوب منها كمان بالظبط كام دقيقه لما تنمو، يعني تبقى طول المشيجي كله بالاوراق بالجذر بالامشاج بكل حاجه. فهي هتتميز كده، يعني ايه، يعني اللي هو ايه، هتتشعب او هتتميز لكذا نوع من الخلايا. فده معنى كلمه تميز الانسجه، ان خليه واحده ملهاش هويه تدي لك كذا نسيج كل واحد له وظيفه. طب ده بيحصل من ايه؟ ان تكون جرثومه مثلا واحده بس اهي هتطلع لي فرد كامل بكل حاجته. خلاص، يبقى ده بيحصل فين؟ من اللي هي بي، من الخلايا التكاثريه اللي هي الجرثومه، الى الفرد متعدد الخلايا والطول المشيجي. ده فعلا انقسام ميتوزي بهدف تميز الانسجه. يبقى الاجابه بي هي اللي صح. 80 بيقول لك الجدول التالي يوضح عدد مرات الانقسام الميتوزي والميوزي خلال دورة حياة 4 كائنات حية مختلفة. علما بأن الغرض من أن جميع الانقسامات حدوث التكاثر. تمام جدا. الحرف اللي يشير لدورة حياة نبات الفوجير. جميل. دورة حياة نبات الفوجير عدد مرات الانقسام الميوزي والميتوزي. بص، الفوجير ما يحصلش فيه إلا انقسام ميوزي واحد بس يا شباب. امتى؟ الانقسام الميوزي اللي بيحصل الوحيد ان اثناء تكوين الجراثيم. ماشي. يبقى بيحصل فيه انقسام ميوزي واحد، يبقى دي مش معايا، دي مش معايا خالص، دي بره. A او B او C. ماشي. بيحصل فيه كام ميتوزي بقى؟ والله بص، هو بيحصل فيه ميتوزي اولا لما يكون بغرض حدوث التكاثر، في التكاثر الجنسي اللي بيعمله. يعني عشان يكون امشاج مسكره بيعمل انقسام ميتوزي، عشان يكون امشاج مؤنثه بيعمل انقسام ميتوزي برضه. يبقى ايه، هستخدمه مرتين بقى، مره اعمل مذكر ومره اعمل مؤنث. يبقى الاجابه بي هي اللي صح، متلخبطش. جدول التالي يوضح عدد اجيال التكاثر الجنسي واللا جنسي خلال دورة حياة 4 كائنات حية مختلفة. ماشي. مين فيهم دورة حياة الفوجير؟ قلت لك في الحصة، بص، تعاقب الأجيال فيها تكاثر جنسي ولا جنسي، حلو كده. ولكن فيهم المثالي، لما أقول دورة تعاقب أجيال مثالية يعني هو عمل انقسام أو عمل تكاثر جنسي بيساوي عدد تكاثر اللا جنسي بالظبط، ده بيساوي ده. ده بقى في الفوجير في المنهج عندك، إن هو عمل مرة جنسي بالأمشاج، وعمل مرة تكاثر لا جنسي بالجراثيم، مرة ما عملش حاجة تاني. فتبقى هي السين الدورة المثالية واحد وواحد. طب الملاريا ما كانش مثالي، لا كان بيعمل جنسي مرة في معدة البعوضة بالأمشاج، وكان بيعمل لاجنسي 3 مرات. فين وفين وفين. مرة أول مرة بالجراثيم في جدار معدة البعوضة اللي هو كيس البيض بيديك سبوروزويت، وتاني مرة كانت في الإنسان السبوروزويت في خلايا الكبد تديك ميروزويت، وتالت مرة كانت في كرة دم الحمراء للإنسان كانت الميروزويت تديك ميروزويت أختها برضو. فكانت 3 مرات. يبقى كانت الجنسي واحد والإيه واللا جنسي 3. يبقى الزمود بالمنقولة ده عين، يبقى دي غير مثالية. أنت ما عندكش حتة مثالية وغير مثالية دي في المنهج، أنا بقولها لك يعني إيه من باب العلم يعني. ما الفرق بين الانقسام الميوزي في دورة حياة السرخس ودورة حياة الزمود بالملاريا؟ بص، الانقسام الميوزي في السرخس بيحصل إمتى؟ أثناء تكوين الجراثيم. طب والميوزي في البلازموديوم والملاريا بيحصل إمتى؟ أثناء تحول الطور الحركي لتكوين كيس البيض. ماشي. طب الفرق بينهم ايه؟ الف اختزال عدد الصبغيات للنص، لا ما بيحصل في ده وده. عدد الالوان الناتجه، ما هو اي انقسام بيوتي بيطلع لك 4 في الدنيا. طيب الغرض من الانقسام، فعلا ليه؟ لان الغرض ده ان انا انتج جراثيم، الغرض ده ان انا انتج كيس بيض، دي حاجه ودي حاجه. حدوث تنوع وراثي، ما هو اي انقسام بيوتي في الدنيا بيعمل تنوع وراثي. يبقى دي غلط، يبقى الاجابه ج هي اللي صح. شوف السؤال ده جاي دور 24، شوف سهل ازاي، ما فيهوش حاجه، انت لو فكرت بربع جنيه هتحل. 83 ادرس الشكل التالي جيدا ثم اجب عن الاسئله التاليه. ايه الارقام تعبر عن التكاثر الجنسي في دورة حياة البلازموديوم؟ مش تعرف تفتكر البلازموديوم كده؟ ابدأ من على الشمال وبدأ لك من على الشمال، بدون مناسل او مناسل نون ومناسل 2 نون. بص، البلازموديوم ما كانش عنده مناسل، يعني ما كانش عنده خصية ومبيض، لا.
كان كده عادي، هو نفسه الاطوار يعني مجرد بس خلايا كده بتندمج وخلاص. فهو بدون مناسل، يبقى هو واحد دي. وبعدين هيطلع لك امشاج ويعمل لك تكاثر جنسي. تنوع وراثي اقل ولا اعلى؟ بص، هي المناسل كانت او الامشاج يعني عموما كانت نون، والتكاثر الجنسي كان بيعمل لك لقاحة نون وبعد كده طور حركي. ده كده انت عملت تكاثر جنسي، مبروك عليك. هل انت عملت انقسام ميوزي فيه؟ ما عملتش، يبقى تنوع وراثي اقل. تنوع وراثي يعني انقسام ميوزي، يبقى انت عملت انقسام ميوزي اقل، يبقى البلازموديوم واحد وخمسة. بس انت تحل بسرعة ليه؟ مش بسرعة ولا حاجة، انت والله لو فكرت معايا تحل، او ممكن تكون انت اللي مسرع على الفيديو يعني. انا متأكد انك مسرع على 2 اكس يعني. الارقام تعبر عن التكاثر الجنسي في دورة حياة الفوجير. دورة حياة الفوجير التكاثر الجنسي كان عامل ازاي؟ كان امشاج مذكرة مؤنثة نون، كلهم نون، يبقى رقم اتنين مش تلاتة، مفيش منازل اتنين نون في الفوجير. ويطلع لك امشاج نون ويعمل لك تكاثر جنسي، يعمل لك لقاحة اتنين نون. هل في حصل انقسام ميوزي؟ لا. يبقى تنوع وراثي اقل. انا بتكلم على التكاثر الجنسي، خلي بالك في الفوجير، ما بتكلمش عن لا جنسي خالص. يبقى كده الفوجير اتنين وخمسة، يبقى الإجابة ج. الشكل المقابل يوضح دورة حياة أحد الحزازيات. ايه الحزازيات دي؟ ده نوع من أنواع النباتات يعني، شبه السرخس شوية كده يعني. ما وعموما الحزازيات ما يبقاش عندها خشب ولحاء يعني. ألا تشبه بدرجة كبيرة دورة حياة السرخس؟ ادرسه. ماشي، اعتبره يا أخي دورة حياة السرخس. عدد الأفراد في الطور صاد يعتمد على، تعال نشوف. جايب لك، بص الطور س ده يبدأ من هنا. الطور س عنده فرع ذكري وفرع أنثوي، يعني في أمشاج مذكرة وأمشاج مؤنثة. عنده اهو بويضة اهو، فرع الذكري اهو في بويضة اللي مساوي عفوا، وهنا في أمشاج. فالأمشاج ألف دي راحت تخصب وطلعت لك بويضة مخصبة صاد. ماشي، وبيسألك بقى عدد الأفراد في الطور صاد. ماشي، الطور صاد ده اللي هو ايه؟ اللي هي البويضة المخصبة يعني، بيعتمد على ايه بقى؟ دي لسه قايلينها من شوية، ده نفس السؤال تقريبا يعني. عدد البويضات المخصبة يا شباب بتعتمد على آه... عدد البويضات المخصبة بتعتمد على الأمشاج الأنثوية. لازم تقول عدد الأمشاج الأنثوية ليه؟ لأن انت لو طلعت مليون مشيج مذكر وعندك مشيج أنثوي واحد، مش هتطلع مليون فرد، هتطلع واحد فرد بس. فاهم؟ السؤال الاختيارات الأخيرة، رسم بين المقابل يوضح أحد أعداد الخلايا المخصصة للتكاثر في دورة حياة الفوجير. ادرسوا كده ثم أجب. مين في دول تنتج من انقسام ميوزي؟ ماشي، الفوجير. أم... عدد الخلايا المخصصة للتكاثر. عارف يعني ايه يا شباب عدد الخلايا المخصصة للتكاثر؟ الخلايا المتخصصة للتكاثر دي شوية يعني جرثومة مثلا، وظيفتها في الحياة إنها تتكاثر. طب مثلا ممكن تكون مشيك مذكر أو مؤنث، ده وظيفته في الحياة إن هو يتكاثر. ماشي، يبقى عدد الخلايا المخصصة للتكاثر دي ممكن تكون جراثيم أو أمشاج. مين فيهم عدده أكبر؟ طب أنا أعرفها منين دي يا مستر؟ بص، أعرفها من حاجتين. أولا الجراثيم، أنت عارف في المنهج إن أي تكاثر بالجراثيم ده بينتج جراثيم كتير جدا، فبيخلي العدد كبير قوي. فاهم؟ فده مبدئيا. تاني حاجة ان اعرف هو بينتج من انقسام ميوزي ولا ميتوزي. بمعنى الانقسام الميوزي بيطلع لك 4 خلايا صح، والميتوزي بيطلع لك 2، فبالتالي اللي بينقسم ميوزي اكيد بيطلع لك خلايا مخصصة للتكاثر اكبر. فكده في الحالتين س اللي هي اكبر عدد فيهم هو اللي ينتج من انقسام ميوزي اكيد، ان هو اكبر عدد. طب يا مستر معلش، انا اعرف ان الفوجير فيه جراثيم وامشاج، دي الخلايا المخصصة للتكاثر. هو كاتب لي 3 متغيرات س ص ع. طب كده انا كده مثلا لو افترضنا ان س دي الايه الجراثيم، طب الامشاج بقى صاد ولا عين؟ الاتنين. ازاي بقى؟ مش الامشاج دي مذكره مؤنثه؟ اه، واحده فيهم صاد واحده فيهم عين. مين فيهم بقى امشاج مذكره، مين فيهم امشاج مؤنثه؟ اللي مذاكر الدرس اللي فات هيعرف. يا شباب الامشاج المذكره دايما بتكون عددها اكبر من الامشاج المؤنثه، وده لاسباب كتير قلناها ناقشناها وهنناقشها تاني في درس الانسان اللي جاي. فعين دي امشاج مذكره وصاد امشاج مؤنثه، لان دايما الامشاج المؤنثه بتبقى عددها اقل. ماشي كده؟ فمين اي التجارب اللي هي تنتج صاد؟ مين اللي بينتج الامشاج المؤنثه؟ الارشيجونيا. المقالي بقى ادرس الشكل المقابل يوضح آلية تكاثر احد الكائنات الحيه ثم اجب. اللي على اليمين ده س ده اللي هو ايه الاقتران الجانبي في السبايروجايرا، واللي على الشمال ده لما تتحسن الظروف بقى. مين في دول يتزامن حدوثهما مع تعرض البركة للجفاف؟ طبعا س، ان تعرض البركة للجفاف عمل اقتران. وصاد تعرض البركة بقى ان الجفاف بقى ده يروح ويرجع المية تاني. نوع الانقسامات الحادثة خلال صاد ده طبعا مادام تحسن الظروف هنقسم ميوزي ثم ميتوزي عشان انتج الطحل. المقالة يبقى كلمة رد عطاها. الرسم البياني التالي يوضح التغير في عدد المجموعات الصبغية لخلايا خيط طحلبي أثناء تكاثره في حالتين مختلفتين. يعني مرة تكاثر لا جنسي ومرة تكاثر جنسي. مين في دول وسط مائي عذب يعني بظروف مناسبة، يعني هيتكاثر لا جنسي بالتقطع، يعني هيفضل انقسامات ميتوزية بس، يعني هيفضل الموضوع ثابت اللي هي صاد.
ماشي، موضحا طريقة التكاثر والتكاثر اللاجنسي بالتقطع. مين في دول طريقة التكاثر التي تكون خلالها قناة اقتران؟ قناة اقتران يعني يحصل اقتران، يعني ليها سين يعني. بس الرسم المقابل يوضح تكاثر تحلب الاسبيروجيرا درسوجيرا سماجب، حد نوع الانقسامات الحادثة خلال عمليتين ألف وب. حلو ده. بص، تعال نشوف، ده خط تحلبي واحد وده خط تحلبي اتنين، ده طلع خلية من ده وطلع خلية وبعد كده عملوا زيجود، صح؟ ماشي، يبقى ده أكيد كان اللي فوق نون واللي تحت نون والزيجود ده اتنين نون، وبعدين يبقى ده اتنين نون، عمل لك عملية ألف طلع لك أربع خلايا، ده أكيد انقسام ميوزي لأن قلت لك الانقسام الميوزي بيطلع لك أربع خلايا واتفقنا على كده. يبقى دي نون. وعملية ب أكيد مش هينفع ميوزي لأن النون دي مادام نون يبقى أكيد هيعمل ميتوزي، يبقى عملية ب دي ميتوزي، فيبقى ألف ميوزي وب ميتوزي. الفرد الناتج من هذا التكاثر يكون لديه القدرة على مواجهة التقلبات البيئية، طبعا صح، لأن حصل انقسام ميوزي اللي هي العملية ألف، مادام حصل انقسام ميوزي بيحصل تنوع وراثي، يبقى يحصل إيه؟ قدرة على مواجهة تقلبات البيئة. الشكل المقابل يوضح التكاثر عفوا الخبز في الظروف غير المناسبة درسه جدا ثم استنتج. ماشي، المعلومة يا شباب، التكاثر عفوا الخبز في الظروف غير المناسبة بيعمل اقتران برضو سواء جانبي أو سلمي، وغالبا بيبقى جانبي. ومش في منهجك ان هو عفوا الخبز بيعمل كده، لكن احنا حلناها في الأسئلة المرة اللي فاتت يعني. وبعدين أصلا الطريقة واضحة يعني، حتى بص، ادي هنا خيط وخيط، كل واحد طلع خلية واتحدوا مع بعض وطلعوا لك خيط جديد اهو، او فطر جديد، فدي اكيد تكاثر مع طريقة وصول تكاثر جنسي بالاقتران السلمي. تمام كده. لماذا يلجأ فطر عفوا الخبز لهذه الطريقة في الظروف غير المناسبة؟ يلجأوا يعني عشان يحافظ الأول على النسل، تمام، عشان ما يموتش، وكمان عشان ايه؟ بهدف التنوع الوراثي ان بيحصل انقسام ميوزي في الاقتران. 90 بيقول لك شكل مقابل ودي احد صور التكاثر الجنسي في تحلب الكلامي دومينوس. كلمة دومينوس ده خدته في اولى ثانوي، مش عارف تفكرين ولا ايه. ادرسه ثم اجب. ماشي، هنا بص شوف التحلبين دي خلية واحدة، التحلبين اتحدوا مع بعض وعملوا لك عملية واحدة اللي هي اقتران، وبعد كده عمل لك انقسام سين عشان يطلع لك الخلية تاني، ده اكيد ميوزي اللي حسب ما انت مذاكر يعني. بص طبق على السبايرو جاير بالظبط، فده ميوزي. العملية واحد دي اقتران، متى يلجأ لها التحلب في الظروف غير المناسبة؟ نوع الانقسام سين انقسام ميوزي، ومتى يحدث أثناء بعد تحسن الظروف. بس الطلبة الممتازة اللي بتحل كده. الكائنات الموضحة يحدث بها اخصاب خارجي. تعال بص، الاخصاب الخارجي كان بيحصل فين؟ كان بيحصل في الضفادع والأسماك العظمية لو فاكر. الاخصاب الخارجي يبقى اللي بيحصل في دول الاخصاب الخارجي، مفيش هنا أجسام، مفيش هنا أسماك عظمية، فتبقى صاد ضفدع. الكائنات وعموما لمعلومتك برضو نجم البحر برضو بيعمل اخصاب خارجي يعني. الكائنات الموضحة لا تتكاثر بالتولد البكري الصناعي، لا تتكاثر. أمثلتك في التكاثر البكري الصناعي في منهجك كانوا هما تلاتة: ضفدع، أرنب، نجم بحر. تمام. فاللي ما بيتكاثرش هنا بالبكري الصناعي سين السمكة الغضروفية. على فكرة دي سمكة الراي، الناس اللي بتتفرج على سمكة نيمو الفيلم ده، دي سمكة الراي. الرسم المقابل يوضح جزءا من دورة حياة بلازموديوم والملاريا، يدرسه محدد. ماشي، بص كده جايب لك ايه؟ جايب لك السين دي ده طور حركي، عرفت منين؟ بيخترق معدة البعوضة. ماشي، وبعدين يطلع لك صاد اللي هو كيس البيض. ماشي، عين ده ايه بقى يا شباب؟ عين ده جدار معدة البعوضة نفسه. يبقى نوع الانقسام الحادث خلال زي ما الحركة من طور حركي لكيس البيض، الناس اللي مذاكرة ده انقسام ميوزي. الهدف من حدوثه اختزال عدد الصبغيات والتنوع الوراثي. الخلايا عين دي خلايا جدار معدة البعوضة، عدد مجموعات صبغية. بص مادام هي اصلا مش شبه الملاريا لان معدة البعوضة مش الملاريا، دي عدد مجموعات صبغية بقى اتنين نون عادي. ماشي، رسم مقابل يوضح طورين مختلفين لبلازموديوم وملاريا في جسم الانسان، ادرسوا جدا ثم اجب. طور واحد ده بيخش من وعاء الدم على الكبد، يبقى ده سبوروزويت. طب واتنين بيخش من الكبد على خلية الدم، يبقى ده ميروزويت. صورة التكاثر التي تنتج عنها تكوين الطور واحد. الطور واحد ده السبوروزويت بيتكون منين؟ من كيس البيض من زمان قوي، ايام ما كان فين؟ في جدار مادة البعوضة. صورة التكاثر يبقى كده ايه؟ ده صورة تكاثر لا جنسي بالجراثيم. مصير الطور اتنين اللي هو الميروزويت بعد اصابته بكرات الدم الحمراء حاجة من الاتنين: يا اما يعمل تكاثر لا جنسي بالتقطع ويطلع لك ميروزويتس تاني وتهاجم كرات دم حمراء تاني، او يعني يكمن جوه كرة الدم الحمراء كده ويعمل لك اطار مشاكل. ادرس الرسم المقابل الذي يمثل جزءا من دورة حياة بلازموديوم الملاريا. مين في دول يحدث خلال انقسام يستعمل؟ بص مبدئيا، بص هنا ابدأ من هنا من الحتة دي كده، خليك ذكي، ابدأ من حتة انت فاهمها. حاجة بتخترق جدار وبتطلع لك بعدها حاجة، يبقى ده اكيد طور حركي وده كيس بيض، صح؟ وبعدها حتى بص في حاجات مغزلية الشكل هنا اهي، دي سبوروزويت طالعة من كيس البيض، ده معروف، يبقى دي انقسام ميتوزي عموما.
5 دي ميتوزي عشان تكون فاهم، لان كسر البيض اصلا نون. بعدين 3 دي قبل الطور الحركي يبقى دي ايه؟ زيجوت. ماشي، الزيجوت طلع منين؟ من امشاج مذكره وامشاج مؤنثه، واحده هنا امشاج مذكره واحده هنا امشاج مؤنثه. ماشي. مين في دول يحدث خلال انقسام ميوزي؟ 4 اللي هي من الطور الحركي لكيس البيض. مين في دول يتكون خلالها الطور المعدي للإنسان اللي هو السبيروزويت؟ اللي هي 5. ماشي. زي علامة النواة خلايا النبات المشيجي لأحد السلاخص. النبات المشيجي ده كان نون لو فاكرين. ماشي. النواة فيها 4 كروموسومات، يبقى كده النون ب4 كروموسومات. كم عدد الكروموسومات في نواة السباحة المهدبة اللي هي نون برضو؟ 4. مع ذكر نوع الانقسام مكون لها ميتوزي. كم عدد الكروموسومات في نواة خلايا الريزومة؟ الريزومة دي كانت في الطور الجرثومي. وكانت اللي هي الجذر، يعني حاجة شبه الجذر كده. ماشي. او ساق تحت الارض يعني. فهي كانت اصلا الطور الجرثومي كله 2 نون، فالريزومة برضه هي 2 نون زيها. ادرس الرسم المقابل الذي يعبر عن دورة حياة نبات الفوجير ثم اجب. ماشي. ما نوع الانقسام المشار بحرف الف؟ بص، دي دي ايه؟ دي جرثومة طلعت لك نبات آه مشيجي. الجرثومة نون هتطلع لك نبات مشيجي نون، يبقى ده انقسام ايه يا ترى؟ انقسام ميتوزي. فايه ده؟ ميتوزي. واحد يقول لي مش الجراثيم بتنتج من انقسام ميتوزي؟ ايوه الجراثيم هي نفسها اللي بتنتج، انما ان الجراثيم تعمل حاجة تانية ده ميتوزي. 2 من طريقة انتقال الأمشاج من س إلى الجزء من سي إلى ب؟ أمشاج سي دي اللي هي السباحات المهدبة، إلى بي اللي هي الأمشاج الإيه؟ المؤنثة. هننتقل إزاي؟ عن طريق مياه التربة. ماشي. الناس اسمها السبيحات. ما نوع الانقسام اللازم لتكوين الأمشاج سي؟ نوع انقسام ميتوزي طبعا. كم عدد المجموعات الصغيرة النبات دي بص مشاور عليه، دي مشاور على الطور الجرثومي لسه، المشيجي عفوا. فده عدد المجموعات الصغيرة نون، مجموعة صغيرة واحدة بس. الشكل المقابل يوضح بعض أطوار الفوجير خلال دورة تكاثره. ماشي. عندي الجراثيم وصاد دي الطور الجرثومي في بداية تكوينه، وسين دي السباحات المهدبة. ما نوع الانقسام المكون من خلايا س وعين؟ س سباحات مهدبة بتنتج من انقسام ميتوزي. عين جراثيم بتنتج من انقسام ميوزي. أي الطريقة الموضحة بالرسم يتم الحصول على خلايا يمكن استخدامها في زراعة الأنسجة. ايه علاقة زراعة الأنسجة؟ زراعة الأنسجة دي كنت محتاج خلايا لازم تكون 2 نون مبدئيا، اللي هي صاد، لأن س وعين كلهم نون، فهي صاد. مع التفسير انها تحتوي على المعلومات الصبغية كاملة او معلومات وراثية كاملة يعني. امامك رسمة او امامك صورة توضح احد التراكيب في نبات السرخسيات. دي يا شباب الارشيجونيا، زي الصورة اللي تحتها كده. الارشيجونيا دي بتبقى ليها دراعات كده وجواها قاعدة البويضة عشان السباحة المؤدبة بتخش فيها يعني. ما نوع الانقسام مكون الخلية س؟ اي حاجة في الرسم اصلا انه انقسام ميتوزي لانه كلهم نون. ماشي. وكم عدد مجموعات صبغية؟ مجموعة صبغية واحدة نون بس. نوع الانقسام في الخلية صاد وما الهدف من حدوثه؟ انقسام ميتوزي. الخلية صاد دي جدار الارشيجوني نفسه، لما تنقسم يبقى الارشيجونيا هتنمو، يبقى الهدف من حدوثه نمو الارشيجونيا، وهو انقسام ميتوزي طبعا. غير سؤال بقى بيقول لك كده الشكل المقابل الذي يوضح جزء من احد اطوار الفوجير ثم استنتج. ما التراكيب صاد؟ صاد دي المفروض يشاور لك على جدار الارشيجونيا، يعني هو قصده على جدار الارشيجونيا زي صاد في السؤال اللي قبله كده. تركيب صاد الارشيجونيا نوع الانقسامات تحدث فيه انقسامات ميتوزية. كم عدد المجموعات الصبغية الموجودة في س دي اللي هي البويضة يا شباب. ماشي. س دي فيها نون بس. والتركيب لام، التركيب لام دي برضو الجسم النبات المشي نفسه يبقى نون برضو، يبقى دي نون ودي نون. ماشي. بس كده احنا حلنا الحمد لله الدرس التالت او التاني عفوا. المرة الجاية بقى نخش في النباتات الزهرية ان شاء الله. تمام. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.